إن بغينا المنتخب الجزائري يدوز باش يتلاقى مع المنتخب المغربي ونشوفوا الكرة ديال بصح. وللاسف دوزت عليه نيجيريا بواحد جنويه ماضيه. ولكن غنقول لكم سبب الإقصاء المنتخب الجزائري، واسمع مزيان وحل ودنك. هذا هو المنتخب الجزائري. دابا هذا اللعب ديال المنتخب الجزائري اليوم هذا ماشي لعب ما والو، ما لعبنش بكل صراحه. تقول لي الحكام ما كاين اللي حكم لا والو. العب كره، سجل لي الاهداف والو، ما قفلتش مع نيجيريا. وزعما ما يكونوش ضارب الكاشيات. ولكن غنقول لكم السبب الرئيسي ديال اقصاء منتخب الجزائر. اسمع، جاتني واحد الرساله وغادي نقولها، حتى مولاها قال لي قولها، وهذه حقيقيه. رساله جات من الرئيس عبد المجيد تبون، عيط الطاقم ديال الجزائر قال لهم خاصكم ما تدوزوش، خسروا المباراه ضد نيجيريا، اعطيوها له. حيت علاش؟ لا تقابلتوا مع موالي الارض غادي تغلبوا وغيبهدلوكم. راه الهجوم والو، الدفاع والو، الوسط والو. واش هذا هو المنتخب الجزائري؟ باين جاتكم من فوق، صافي خاصكم تنفذوا الاوامر، ما بغيتوش تدوزوا مع المنتخب المغربي. داش غادي نقول لك، راه حتى واحد السيد قالوا حذرهم، قال لهم خسروا، خاصكم تخسروا كونتر نيجيريا. والله الا فعلا هذه الهضره اللي قلتي. نصيحة للعيبة الجزائر، بكرة انهزموا من نيجيريا، لا تفوزوا، لا تفوز بكرة، لأن أنت لو قابلت المغاربة حتاكل 5، حتكون ضحوكة بطولة الكام. 1 2 3 وين اللاجئين؟ الجزائر لو فازت بكرة حتقابل المغرب. نصيحة خلوها مع نيجيريا، لأن المنتخب المغرب يفوز عليك 5. المنتخب المغرب الآن مقدم الكاميرون اللي ما قدرت عليها، ما تأهلت أمام الكاميرون في المونديال، بتفوز على المغرب. لا تلعب، والله إني لكم ناصح أمين. أنت تشق الأنفس فايز على الكونغو، تفوز على المغرب. ديما مغرب ديما مغرب. الإفريقي المختطف من هيئة موتسيبي، مختطف من القجع، مختطف. ايه عندك الحق سيدي، المغرب مختطف الكاف ومختطف موتسيبي ومختطف كأس العرب وكأس العالم وكأس أفريقيا والشان والكؤوس والهدايا، كل شيء مختطف في المغرب. عندك الحق بكل صراحة، المغرب هو القوة الضاربة، عندك الحق. أنا معاك أخويا، انت صحفي نزيه من الصباح وانت كتهضر على الاختطاف بحال عصابه، ولكن عندك الحق. حنا المغرب القوه الضاربه، اختطفنا كاس العالم ديال 20 سنه، اختطفنا كاس العرب، ودابا كاس افريقيا مختطفين. راه موتسيبي دابا مختطفين، راه شادين وحاطين عليه هذيك اللعيبه، فهمتي؟ يدير هاه ولا هاه عيمشي. انا وضبارك. صراحة لا أفهم كيف تأهل المنتخب الجزائري إلى إقصائيات كأس العالم. أقسم لكم بالله، فريق ضعيف، فريق برهن على أنه في المقابلات الكبيرة مع الفرق الكبيرة في إفريقيا فريق ضعيف جدا، كله يعني فراغات، فريق تائه، فريق برهن على أنه ما يستحقش أنه يلعب كأس العالم. والله ما عرف كيفاش طلع لهذه الأدوار هذا وكيفاش لعب مع نيجيريا. دائما يحاولون على انهم يقولوا بانه الفرق اخرى كتاهل بالرشاوي يتاهلوا هناك مجزره تحكيميه وهنا، ولكن عندما ترى اللاعب المنتخب الجزائري فتضحك والله، كتقول كيفاش تاهلوا كاس العالم. ما فريق ضعيف، والله فريق ضعيف، فريق الجزائري فريق ضعيف كرويا، ضعيف، وانتهى الامر. سوف تشاهدون كيف الاسود ستروض نيجيريا. المنتخب الوطني مقبل على كاس افريقيا في المغرب، اكيد انه راح تتنقل. انا كي تربح، شوف انا من عندي الجزائر كي تربح المروك كي ديت لا كوب دي موند، وصرفها كيما حبيت. انا كي الجزائر تربح المروك انا ديت لا كوب دي موند، ما سحبت لا كوب دي موند. ياك السي العليم. واخيرا اخواني اخواتي، غنخليكم مع بعض المحطات الفيحة ديال العالم الاخر. تكتعك من القانون عندما يتعلق الامر بممارسه الكره في افريقيا وتحت لواء الكاف تحديدا. المغرب اليوم يلهث جاهدا لمحاوله لملمه الملف التحكيمي في مباراته ضد الكاميرون، لانها مباراه قويه، ومن لم يتحكم في التحكيم من الجانب المغربي سوف لن يرى المربع الذهبي.
عندما نتحدث على عدم جاهزية المغرب لاحتضان كأس إفريقيا، المشكل ليس في المغرب يا عماد. لم يقصى المنتخب المغربي أمام الجزائر سيتم إقالة فوزي القجع. نفس عقداتي. خلات والله العظيم غير نروح نتخلى في حياتي. Très grande rencontre, c'est une très très belle affiche. Donc vive le Sénégal, vive l'Algérie. Vive le Sénégal, vive le Maroc. والتهيج قراتك كله. العربي عاود نضل لقطة. Le Sénégal, vive le Maroc. Vive le Maroc. Vive l'Algérie. Le Maroc. L'Algérie. Le Maroc. l'Algérie. نعم. Le Maroc. l'Algérie. ايه ده لازم تفهموا ان انتم مش عايشين في الدنيا لوحدكم. ان شاء الله قضيها مصر ما ادريش المرة. ما ايش حق قضيها المرة. يحبوناش. شجاع الفريق المصري. باسكو ما خاوتنا وقفوا معنا شي كيما تاع المروك يا صاحبي. اليوم راني مع المصريين قلبوا رب ما لقيتش تريكو تاع مصر برك. هي معول ان شاء الله غدا نيجيريا طردكم شفنج ومن تما للمطار. ايوا سلم على موين الدار. فضيحة مدوية. وش راهو صار في الاتحاد الافريقي المختطف؟ تا هو باش خطفوه بشي تروتينات ولا كيفاش؟ مختطف من القجع. هذا بالون ولا ولات حاجة واحدة أخرى؟ بالله هذه واحد السلوقية زرقاء خارجة من الجزائر العاصمة. بالله عليكم، اختلطت الأمور كليا في الساعات الأخيرة بسبب مباراة في كرة القدم. نعم، مباراة في كرة القدم لحساب ربع نهائي كأس إفريقيا بين المغرب والكاميرون. شكون كسب المعركة؟ فوزي القجع ولا إيطو صامويل؟ كيفاش القجع يجوز الكلمة تاعو؟ القجع جوز الكلمة تاعو ودار صديق القجع هو الحكم الموريتاني دحان بيضة دون إبلاغ الاتحاد الكاميروني. ما تفهمش، حكم موريتاني على بالكم كامل هو دحان بيضة. الكارغول يكون بقى الحكم الجزائري يكون مع بداية المقابلة ما بين المغرب والكاميرون كون نوضوا الفولكلور في الجزائر العاصمة. والله يبهدلكم. حكم جزائري اللي هو غربال كان مرشح ليكون في تقنية الفيديو. قالوا لهم ستوب، قالوا لهم لا باسطة، قالوا لهم ما نقبلوهاش هذو المراركة، واحتجوا بقوة واحتجوا بشدة. يعني اختلطت كليا في الاتحاد الافريقي. شكون جوز كلمته في النهاية؟ هو ماشي دوز كلمته، ولي كان زمتكم بالقانون، لأن القانون كيمنع الحكم المصري والحكم الجزائري باش ما يكونوش، لأنهم الفروق ديالهم كلهم باقين في الكان. وافهم يا مولاي. فهمك على صواب أستاذ محمد. القجع هو اللي جوز كلمته. فوزي القجع هو اللي جوز كلمته. الله يبارك است. ما عندناش الرجال، ما عندناش الزندة. قبل خروجكم أحبابي الكرام، نتمنى من الله العلي القدير أن يوفق المنتخب المغربي اليوم في مواجهة الكاميرون، وأن يكون الانتصار حليف المنتخب المغربي، حليف الأسود إن شاء الله، ونفرح جميعا ونمر للمقابلة الموالية. ولا عزاء للحاقدين، وما تنسوش باش تابوناو وتخلوا لي تعليق وبارطاجيو مع الإخوان ديالكم، وأنا شاكر لكم جميعا.